اهلا بيكم. جريمه واحده والمتهم اتنين. ماشي بعربيتك فجاه وعربيتك فصلت، يبقى عندك حاجه من الاتنين: حساس الكرنك وترمبه البنزين. طيب اقدر افرق ما بين الاتنين دول ازاي؟ لازم اقول لك الاول ايه هو حساس الكرنك عشان الناس اللي ما تعرفوش. حساس الكرنك ده هو المسؤول اللي بيحس بالحركه اللي بتحصل من الكرنك، وبيبدا يدي للكمبيوتر او العقل بتاع العربيه، يقول له تعالى يا باشا في هنا حركه، ادي اشاره للبوجيهات عشان تدينا الشراره بتاعه التشغيل. تمام، ده وظيفه حساس الكرنك. طيب دلوقتي انا عايز اعرف عربيتي وقفت، هو العيب حساس كرنك ولا ترمبة بنزين؟ ابدا اعرف كده ازاي؟ اول حاجه حساس الكرنك زي ما قلنا هو بيدي الاشاره، فانا ابدا هشوف ممكن لمبه التشيك تنور، اللمبه الصفراء بتاعه الانجن بتاع الايرور تنور وممكن لا. طيب اعرف منين؟ اما اجي ادور العربيه هلاقي العربيه بتدي صوت الدواره وما بتقومش، يعني بتدي الصوت ما بيبقاش فيه ان العربيه بتشتغل، يعني صوت تكتكه وبس مفيش صوت دواره. ده عيب، من هعرف على طول ان ده حساس الكرنك. طب لو انا ليا في الصيانه شويه وفي الدنيا، ممكن افك سلك البوجيه وابدا اشوف هل هيحصل فيه شراره ولا لا، لان احنا قلنا ان هو بيدي الاوردر، لما بيحس بالحركه بيدي الاوردر ايه؟ ان البوجيه يدي الشراره بتاعه التشغيل. طيب لو ما فيش حاجه من دول، ده هيبقى حساس الكرنك، وما احطه على الجهاز ده هيديني كرانك شيفت ايرور. تمام، ده بالنسبه لحساس الكرنك. طيب لو طلع في شراره والعربيه بتبدا تحاول تقوم بس ما بتقومش، يبقى انا هبدا ارجع، يبقى كده عندي عيب فين؟ عندي عيب في الترومبه. طيب ابدا اعرف عيب الترومبه ده ازاي؟ هفتح كونتاك وابدا اسمع صوت الترومبه، هل هي بتقوم ولا لا؟ طب لو ما بتقومش، اول حاجه هبدا اعملها ان انا اروح على الفيوز بتاع الترومبه الاول. هبدا اتشيك فيوز الترومبه، لقيت الفيوز سليم، الدنيا سليمه، يبقى انا كده عندي مشكله في الترومبه. طب الترومبه دي اصلا من عيوبها ايه؟ زي ما قلنا قبل كده: بطء السحب. الايه، العربيه ممكن تلاقيها بتدور مره وتبطل، ده يبقى عيب ترومبه. يبقى احنا كده الملخص السريع: عندي شراره يبقى عيب ترومبه، ما عنديش شراره يبقى عيب حساس كرنك. ليه بنتكلم في الموضوع ده؟ لان العيب ده عيب خبيث، مش كل الناس بتبدا تعرفه. دمتم سالمين، توصلوا بسلام.